السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله أنكم بخير. اليوم جايب لكم لعبة جديدة شكلها رهيبة. اسم اللعبة Where Winds Meet. فيها أفكار حلوة وعالم مفتوح رهيب. فحبيت أعمل لكم هالفيديو أحكي لكم عن أهم 10 شغلات لازم تعرفها قبل ما تجربها. وخليك لآخر الفيديو مشان فرجيك كيف تاخد دروبات وأشياء مجانية قبل ما تنزل اللعبة. خلينا نبلش. أول شي خليني جاوب على السؤال اللي بيسألوني إياه الكل. اللعبة فردية أونلاين ولا MMO؟ الجواب إنه اللعبة تبدأ كار بي جي فردية، بس فيها خيار كواب، يعني فيك تلعب لحالك تمام أو تدعي أصحابك بعدين لما توصل لمستوى معين تلعبوا سوا. أظن كانت على الليفل 5. بعدين بعد الليفل 5 بتفتح معك ميزات الأونلاين مثل الدنجنز والريدز، واللي بيحب البي في بي في عندك بي في بي 1 ضد 1 2 ضد 2 ومعارك ضخمة 30 ضد 30 وغيره وغيره. يعني اللعبة شوي شوي بتتحول لMMO مصغر، بس فيك دائما تلعب لحالك إذا حبيت. فبهاي الحالة اللعبة بتعطيك الحرية المطلقة تختار الطريقة اللي بدك تلعب فيها، وممكن تكون مغامر وحيد أو جزء من فريق وجلد اللي أنت بتحب تعمله. نجي لأهم موضوع اللي هو بخصوص المصاري، المونتيزيشن. اللعبة مجانية بالكامل، ما بدك تدفع ولا ليرة لتبدأ. في نظام باتل باس وسكنات اللي كل الألعاب صار فيها هيك، بس كل شي تجميلي فقط، ما في pay to win وما في باور. يعني حتى النظام الجاتشا اللي فيها مربوط بس بالسكنات والتصاميم مو بالقوة. المطورين أكدوا أن التحديثات والمناطق الجديدة والبوسز والإيفنتات كله راح ينزل مجاني لكل اللاعبين. طيب شو مشان العالم والقصة؟ اللعبة بتصير بزمن الممالك الخمسة في التاريخ الصيني، عالم مليان صراعات خداع وسحر. تختار تكون محارب أو محاربة، وقراراتك فعلا بتأثر على العالم حواليك. كل تصرف بتعمله له نتيجة، مثلا فيك تهجم على أي NPC، بس إذا خالفت القانون بيجوا الحراس الملكي أو لاعبين تانيين بيطاردوك مشان ياخدوا جائزة عليك. ممكن حتى تنسجن ويتجمع عليك اللاعبين يزتوا خضر عليك. يعني العالم فعلا بيتفاعل معك مثل GTA بس بأسلوب RPG. تختار إذا بدك تمشي بطريق الخير أو طريق الفوضى، وسمعتك باللعبة بتتغير حسب أفعالك. العالم مليان مهمات جانبية تعطيك مهارات نادرة ما بتلاقيها بأي مكان تاني. في دنجنات مخفية بكل مكان بالخريطة، يعني ما رح تمل. القتال كتير سريع ودقيق وبيعتمد على الباري والدوج والبلوك. إذا حابب تحدي في مود صعب هاردكور، وفي مكافآت أقوى كمان. وإذا بتحب اللعب الجماعي فيك تطلع ريدات ضخمة مع الجلد تبعك أو أصحابك وتجمع أيتمات نادرة. أما بالنسبة للأسلحة ففيك تختار سلاحين بنفس الوقت بتبدل بيناتهم بالفايت. فمثلا في عندك السيف بيجي متوازن بين الهجوم والدفاع. في عندك سيفين دول بليدز، دول سريعين وبيناسبوا اللعب القريب مثل الاساسنز. الرمح قوي وبيعطيك مدى بعيد. في عندك حبال حديدية روب دارت فيها ميكانيك مميز وممتع. في عندك مظلة بتقاتل فيها. في أسلحة كتير. إن شاء الله بالمستقبل بنزلكم فيديو عن كل الأسلحة وكيف تجيبوهم وكيف طريقة اللعب فيهم. وفوق هيك غير القتال بالأسلحة في نظام الفنون الغامضة ميستيك آرتس، فبتدمج بين تقنيات قتال مختلفة والأسلحة تبعتك فبتصير الشخصية تبعتك يونيك وخاصة فيك أنت بس. وفوق كل هاد كمان فيك تختار مهنة أو دور داخل اللعبة. ممكن تكون طبيب، تاجر، مهندس، حارس، محامي وغيره. مثلا إذا أنت مرضت أو كسرت رجلك فيك تحط طلب للاعب دكتور، وهذا اللاعب بيجي على العالم تبعك وبيعالجك، وهو كمان بياخذ جائزة. في نظام اجتماعي متكامل بيعطيك إحساس إنك فعلا عايش بهذا العالم مش بس قتال. وبالنسبة للكاركتر كوستمايزيشن الخيارات رهيبة. فيك تتحكم بكل شيء من شكل الوجه، جسم، شعر، ملابس. حتى فيك تحمل تصاميم جاهزة عاملين لاعبين تانيين وتحطها على لعبك.
وأخيرا بالنسبة للإطلاق الرسمي، اللعبة رح تنزل على البي سي، بلاي ستيشن، وبعد شهر على الموبايل، بس طبعا جرافيك خفيف. على البي سي المساحة بتختلف حسب الإعدادات اللي بدك إياها، من 65 جيجا للإعدادات المنخفضة ل 200 جيجا للخيارات العالية. التحميل المسبق ببلش اليوم، هلا بتحسن تفوت تعمل تحميل اللعبة مشان نجهزها وقت تنزل ب 14 نوفمبر وتلعب مباشر. يعني باختصار، وير وينز ميت رح تقدم لكم عالم ضخم، محتوى مجاني، وحرية مطلقة انك تلعب على الطريقة اللي بدك اياها. انا بصراحة كثير متحمس وناوي اعمل ستريم عنها اول ما تنزل. وهلا مشان الدروبات، في دروب للبري ريجستريشن، وصلت اللعبة ل 10 مليون، الكل رح ياخذ الجوائز. هون ما في داعي تعمل اي شيء. وفي ايفنت تانية رح احط لكم اللينك بالكومنتات. اول ما تفوت على اللينك بيطلع لكم الصفحة الرئيسية، بتنزل لتحت وبتكبس على الايفنت. بعد ما تكبس على الايفنت تعمل لوجين. بعد ما تخلص لوجين تعمل الشخصية تبعتك، تنقي الاسم اللي بدك اياه. بعدين بيطلع لك أسئلة، جاوب عليهم كيف ما بدك. وبس تخلص بتشوف الشخصية تبعتك، تعمل كرييت تيم عشان تضيفوا بعض. بتقسم للفريق وبتكبس كرييت. هون بتشوف الجوائز تبعتكم حسب عدد الأعضاء بالفريق، 3 أو 5. بتضيف أصحابك، تبعت لهم الانفايت لينك، هون بيفوتوا بيعملوا لوجين، بيختاروا شخصيتهم وبيصيروا معك بالفريق. أو حطوا بالكومنتات اللينكات تبعتكم وضيفوا بعض بحيث تصيروا 5، مو ضروري تكونوا تلعبوا مع بعض. والايفنت الاخير هو الايفنت اللي راح اعمله انا على قناتي. راح اعمل جيف اواي لباتل باس. كل اللي عليك انك تعمل لايك وكومنت شو ما كان، وانا راح اختار من هون لاسبوع 3 اشخاص بيوصلون الباتل باس باذن الله. اذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب، لاني راح نزل فيديوهات شرح عن كل شي باللعبة، وراح اعمل ستريم اول ما تنزل نشوف كيف الجو سوا. وإذا في أي سؤال ببالكم اسألوني إياه بالتعليقات، وإن شاء الله بحاول جاوب الجميع.